السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ إن شاء الله الصحة بخير وربي يداوم علينا نعمة الصحة. رجعت اليوم معاكم كما نوري فيكم تراو في تحلية باردة رمضانية بامتياز، استعملت فيها الكوكيز ومكونات أخرى. نحبكم تدخلوا الفيديو وتكتشفوها وبحول الله تنال رضاكم، وما تنسونيش في الاشتراك في القناة وفي اللي لايك. بارك الله فيكم، يرحم والديكم. ننطلقوا في المرحلة الأولى البنات في تحضير كيكة الكوكيز الباردة. خذيت لهنا نصف لتر حليب، باش نزيدو ساشي كريم ديسير مطعم الفانيليا، بسم الله، كيس كامل، الوزن متاعو 40 غرام. توا البنات باش نضيف 4 ملاعق سكر حبيبات متاع اكل، هاكا ملعقة 2 3 وهذه الرابعة. توا نحركهم في البارد هذوما، بسم الله، لين يذوب السكر، من بعد نحطهم على النار. كما تراو لهنا الكريمه نتاعي حضرت كما متعودين نطيبوها. توا الاضافه اللي باش نضيفها هي ساشي سكر فاني باش نزيد نكهها اكثر، نعطيها مطعم الفانيليا اكثر. راو لهنا مش لازم تخليها على الغاز، تنحيها معناها من النار، تطفي النار نتاعك وتزيد كيس سكر فاني هكا هاو. توا هذه نخليها تبرد بالكدا ما نجمش نخدم بها وهي سخونه. لهنا البنات نراو كيفاش الكريمه نتاعنا بردت بالكدا، غطيتها بالبلاستيك باش ما تعملش هكا جلف. في المرحله هذه باش نركضها بالركاز الكهربائي بالباتور باش يدخل فيها الهواء. نراو البنات لهنا الملمس نتاعها كيفاه تخلي فيها الهواء بالكدا. توا البنات الكريمه نتاعي باش نزيدها 3 توابع فرماج تريانجل، باش نزيدها 3 ملاعق حليب بودر. اللي ما عندوش الحليب البودر متوفر هو في كل المحلات نتاع الباتيسوري، مستلزمات الباتيسوري. اللي ما عندوش ينجم يعوضه ب3 ملاعق حليب نستلي مكثف محلى بالطبيعه. ولهنا البنات ساشي كريم شانتي، هاكا مكتوبه كريم شانتي، ولهنا ساشي كريم كراميل، والا فلان نفس الشيء زيد. توا كالعاده نعاود نركضهم بالركاز بالباتور باش يتجانسوا مع بعضها. نراو البنات لهنا الكريمه نتاعنا حضرت ما شاء الله، رينا الملمس نتاعها. توا باش ننطلقوا في تطبيق هالحلو هدايا اللي هو حلو الكوكيز. بسم الله، نحط هدايا اكوتي، ولهنا بالطبيعه عندي طبق بيركس متوسط الحجم، وبالطبيعه عندي الكوكيز. انا اخترتهم كوكيز بالشوكولاته، انت حر نجم تاخذ اي نوع تاع كوكيز. وباش ما تكونش مكلفه معناها التحليه اللي باش تعملها، ماذا بيك ديما نوصيك تقضي وقت البروموسيون وقت التخفيضات. توا البنات بطريقه مبسطه وسهله باش ناخذوا لهنا الحليب، بسم الله، هذا الحليب نغمس فيه كعبه الكوكيز لين تتشرب الحليب بالكدا، خاطر تعرفوا الكوكيز كاسح شويه. توا البنات نفرشهم في الطبق، نراو لهنا البنات كيفاش فرشتوا الطبق بالكوكيز. توا المرحله المواليه حاجه سهله برشا، ناخذ الكريمه نتاعي ونغطي بها الكوكيز. توا بالباليت هذه نمشي كيما هكايا حتىكش يتصاوب الكريمه وتغطي البسكويت الكل. هذايا من ابن البنات ما تاكل في رمضان كتحليه في السهريه، والا سحور زاد كيف حاجه بنينه وفخمه تعمل 66 كيف. توا البنات باش ناخذ الصنف الثاني تاع الكوكيز اللي هو هذا، كيف زاد شريته في البروموسيون. كالعاده نفخهم في الحليب، بسم الله، ونعاود بيهم
الفرشة الثانية. لهنا البنات كما تراو كملت فرشة الباكو الثاني متاع الكوكيز. هذه اللي غالب شربت برشا حليب تفترشت، بقى لي المكان الفارغ هذايا وفي الكوكيز. اما عندي بسكوي اخر يشبه الاوريو، هاني بشكل عادة نحطهم في الوسط لهنا. في المرحلة هذه البنات اللي تبقى من الكريمة متاعي باش نزيدو مغرفة نسكافيه، بسم الله نكهو، وباش نزيدو شوية كاكاو مر، بسم الله، متاع مغرفة ماكلة كاكاو مر. وكالعادة نمزج المكونات بالباتور ونفرشهم طبقة ثانية على التحلية متاعنا. توا البنات نمشي بالباليت كالعادة لين يتغطى الكوكيز، وتحضر معنا التحلية متاعنا الرمضانية الممتازة. اما ما نجموش نستهلكوها توا وما تنجمش تتقص توا، يلزمها تبقى ساعتين اقل شيء في الثلاجة في الفريجيدير. من بعد بحول الله نرجع نقدمها معاكم. ريحتها اللهم صل على النبي. ديما نوصيكم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة، في اللي لايك، وبارك الله فيكم يرحم والديكم. هيك تغطى الوجه متاعها الكل. خليني نوريها لكم عن قرب. هيك اللهم صل على النبي. لهنا البنات كما تراو بعد ما بردت التحلية متاعنا خرجتها من الفريجيدير، وبقات توا التوش الاخرانية باش نزيد نرشها بشوية فاكهة مهروشة كل قدير وقدره. انا عندي شوية بفريوة هيك نوريكم فيها توا باش نرشها بالبفريوة باش تزيدها بنة على بنة بالطبيعة وتزيدها قيمة غذائية أكثر وأكثر. لهنا البنات كما تراو حبيت نوريكم الطبقات متاع الحلو متاعنا كيفاش مزيانة برشا في المنظر وفي البنة زادة. وتوا البنات باش ننطلقوا في القصان متاعها مع بعضنا. كما تراو قداش طرية، الملمس متاعها حريري مخملي طرية ماء، من أحسن الحلول اللي تجربوا في رمضان. تراو البنات قداش شكلها مزيان وكيفاش الطبقات متجانسة مع بعضها. توا باش نحطوها مع بعضنا في الصحن ونقدموها. هاكم تراو البنات توا بالملعقة باش نقص منها شوية باش تكتشفوا الطراوة اللي فيها وتشوفوا الطبقات متاعها كيفاش متجانسة مع بعضها ما شاء الله. صدقوني الحلو هذايا روعة يا البنات، جربوه بإذن الله ما تندموش بالكل. وفي النهاية لهنا حبيت نوريكم معناها طبقات من داخل كيفاه متاع الحلو كوكيز. إن شاء الله ما تنسونيش في الاشتراك وفي اللي لايك. بارك الله فيكم يرحم يديكم. إلى اللقاء.